هل المشروبات الغازية بتجيب هشاشة عظام؟ بنتسأل السؤال ده كل يوم في العيادة. الحقيقة مفيش أي دراسات عالمية عرفت تثبت كده. بعض الدراسات الأوروبية لقت إن ممكن الستات اللي بتشرب أكتر من 4 مشروبات غازية في اليوم يكون عندهم كثافة العظام عند مفصل الفخذ أقل سنة من الستات اللي ما بتشربش 4 في اليوم. ودراسة صينية لقت إن معدل الكسور في البنات الصغيرة اللي بيشربوا أكتر من 4 مشروبات غازية في اليوم ممكن يكون أعلى سنة من البنات اللي ما بتشربش. بس عموما ايه المشكله؟ المشكله ان احنا لما بنشرب مشروبات غازيه زي اللي لونها غامق كده، مشكلتها ان اولا فيها كافيين فده بيخليك ما تعرفش تنام وبيزود ضربات القلب. نمره 2 فيها فوسفات، ده المتهم في مشاكل المشروبات الغازيه كلها. نمره 3 فيها سكر وده بيزود وزنك، وحتى لو استعملت الدايت منها بيقولوا ان الكافيين اللي فيها والكراميل ممكن يسببوا مقاومه انسولين وبيدوا الجسم احساس خاطئ انه خد حاجه مسكره فبعديها بيبقى جعان او عايز ياكل اكتر. والمشكله الاكبر ان دول استبدلوا المشروبات الصحيه. يعني المشكله ان المشروبات الغازيه استبدلت الميه اللي هي مهم جدا ان احنا نشرب 2 ل 3 لتر في اليوم، استبدلت العصاير الطبيعيه اللي فيها فاكهه وفيها فوائد، واستبدلت اللبن اللي فيه كالسيوم ومهم لصحه العظام. فنصيحتي ليك لو عايز تشرب حاجه من دول خليها بالكتير 2 في اليوم، ويستحب تبقى المشروبات الغازيه اللي ملهاش لون، على الاقل تبقى خلصت من الكافيين والكراميل وجزء كبير من الفوسفات، فدول هيبقوا احسن. وبالكتير يبقوا 2 في اليوم، والاحسن انك تستبدلهم بميه او عصاير او لبن اللي هو بيحافظ على صحه عظامك لان فيه كالسيوم ومشروب افيد بكتير. فعلى الاقل الكوبايات اللي بتشربها استبدلها بواحده لبن، واحده عصير، وكوبايتين ميه.